الاونس بتاعت الذهب دلوقتي وصلت 3700 دولار. توقعات كتير ان هي هتوصل ل 4000 دولار. بس السؤال هو هل في ذهب متسعر بسعر اقل من كده؟ surprisingly yes. كل المخزون بتاع الذهب الاحتياطي الامريكي متسعر عند سعر مفاجأة شوية، هو 42 دولار للاونس، في حين ان سعرها تقريبا 4000 دولار. انتوا متخيلين الفرق؟ ده اسباب كتير واسباب هيستوريكال، من او ده ليجاسي من ايام بريتون وودز، ومتسعر بسعر من سنه 73، وما عندهمش احتياج قوي ان هم يعيدوا تسعيره من جديد، خصوصا ان هي اتس فيري هيكتيك بروسيس ان هم ياخدوا موافقه الكونجرس عشان يعيدوا تسعيره من جديد. هم عندهم ايه 261.5 مليون اونس اللي هم تقريبا 8000 طن ذهب ما بين فورت نوكس ودنفر وما فيش داعي كبير ان هم يعيدوا تسعيره بسعر السوق دلوقتي. كنت سمعت حد بيتكلم ان هم لو اعادوا تسعيره بسعر الماركت، بالماركت فاليو دلوقتي اللي هو تقريبا هتوصل ل 4000 دولار، ده هيساعدهم وهيقلب الدنيا وهيساعدهم ان هم يسددوا ديونهم وخلافه. الكلام ده بلح. الناس دي ديونها تقريبا 38 تريليون دولار، منهم 30 تريليون دولار للبابليك، وما بينهم وما بين بعض 8 ما بين الجفرمنت ايجنسيز. الذهب ده متسعر النهارده ب 11 بليون دولار، لو سعروه بسعر السوق هيوصل 700 800 900 بليون دولار، فراكشن من الديون بتاعتهم، ومش هيساعدهم قوي. فعلا في سعر متسعر، في ذهب متسعر بسعر رخيص اللي هو السعر الاحتياطي بتاع الذهب في امريكا، اللي هي اكبر بلد. مجموعه الذهب اللي عندها اكبر من الثلاث بلاد اللي بعد منها في الترتيب، يمكن المانيا وايطاليا وفرنسا، مش فاكر بالظبط الاسامي. بس this is the case، ومش هتاثر باي حاجه لو قعدوا تسعيرها بسعر الماركت حاليا. شكرا.